الآن سأل النائب البرلماني الإسباني نيسيتو خافير أرماس غونزاليس الحكومة الإسبانية عن نية إسبانيا التنازل عن المجال الجوي للصحراء الغربية وجزر الكناري من الباب الخلفي وفق تعبيره لصالح المغرب، مستندا في ذلك إلى معلومات استقاها من داخل قطاع الطيران الإسباني. معي في هذا السياق مشاهدينا الكرام من مدريد مراسلنا سيدي محمد طلبة. سيدي محمد، أهلا ومرحبا. ماذا عن هذا السؤال، سؤال هذا النائب الإسباني، وهل قررت إسبانيا فعلا التنازل عن المجال الجوي للصحراء الغربية لصالح المغرب؟ مساء النور حكيم. في الحقيقة النائب خبير وهو ينتمي إلى حزب التحالف الكندي، وهو حزب قومي كتالاني كندي صغير. سأل الحكومة كما قلت إن كانت تنازلت للمغرب عن ما يسمى بخدمات العبور، خدمات الجوية للعبور، وقال بأنه في حال ذلك كان صحيحا كما توكله مصادر بحوزته، فإن ذلك سيكون بمثابة تنازل غير معلن أو مخفي عن الأجواء أو عن المجال الجوي في كل من الصحراء وجزر الكنال. في الحقيقة له الحق نوعا ما أي تنازل، وحتى إذا خص فقط ما يسمى بالخدمات الجوية للعبور، فإنه فيما يتعلق بقضية إقليم الصحراء الغربية فإنه يعد رمزية كبيرة جدا، خصوصا بعد تحول الموقف الحكومة الإسبانية إزاء هذا النزاع قبل سنتين. لكن مع ذلك هناك فرق كبير ما بين الخدمات الجوية للعبور وبين ما يسمى بإدارة المجال الجوي. وحتى لو افترضنا بأن الحكومة الإسبانية مستعدة لتقديم المغرب المجال الجوي حول الصحراء الغربية، فإنها ليست في محل أن تقبل أي تشكيك في المجال الجوي في جزر الكناري. والأمر هنا بأن في الحقيقة في بعض الدول، هناك في موريتانيا على سبيل المثال تنازلت في منطقة معينة محدودة حول العاصمة الاقتصادية نواديبو لإسبانيا عن إدارة هذا المجال، وهذا لأسباب سلامة تتعلق بالسلامة الملاحة الجوية. وكذلك حتى إسبانيا تنازلت للبرتغال في مناطق حول محافظة إشبيلية الأندلسية لخدمات في المجال الملاحة للعبور. لكن هذه كانت نطاقات ضيقة جدا، والنطاق هنا أكبر، وخصوصا يتعلق بالصحراء. تعلم بأن هناك نزاع حول الصحراء، وكل ما يتم هناك لا ينبغي أن يدرس بشكل جيد، ويعني شيء كبيرا بالنسبة للأطراف المتنازعة.